السلام عليكم خياتي. بعد غياب طويل راني جيت وجبت معايا وصفات. اليوم جبت معايا وصفة الكيك. أول حاجة هنا، حكمي 4 حبات بيض، يعني تكوني خرجتيهم من الفريجيدان نهار كومبلي ولا 4 سوايع من قبل. حكمي البلندر تاعك ولا بيتخا واش عندك، ولا ما عندكش حكمي باتور عادي. أنا درتو هنايا في طاس تاع الجو. كسرت 4 حبات بيض، 4 حبات يكونوا كبار خياتي. هاكي تشوفي 4 حبات. هنا واش نزيد عليهم، نزيد عليهم شوية ملح. نخلطو دقيقة لو طون اللي نوجد السكر. هاكي تشوفي اختي الصورة يتعبر او كلش امامك. نحكم كاس تاع ام وليد. شوفوا انا صبعتي كبار، درت دو دوا تاع السكر. صافي كل واحد حسب تاع الحجم تاع يدو. أنا درت نص، ماشي نص، تحت النص تاع الكاس. وزدت هاو قدامكم زوج صباعتية تاع العسل عادي. هاد الكيك خياتي تاكلوه وتدعوا لي بدعاوي الخير. هاني قدامكم قلت لكم الكاس تاع ام وليد انا كيت على زوج صباعتية تاع السكر وزوج صباعتية على العسل. انت حبيتي تزيدي شويه زيدي شويه تبر راسك. هاد الكيك كيما اللي تلقاوه عند البولونجي. واش نزيد تانيك هنايا، انا زدت تانيك زوج على حساب يدي. راكم تشوفوا نوريكم كاع حتى ولا ما هدرش الصورة يتعبر خياتي. راكم معايا. هنا واش زدت، حكمي زيد كاس تاع الزيت، ماشي كاس، زوج صباطية على حساب يدي. انتي لا صباطيك صغار زيدي دي 3 تولي ليك. زدت مع هنا شوية تاع مانغارين. راكم تشوفوا خياتي يجيكم واحد الكيك تاع الزمان معلك بصح. خياتي هاد الخليط خليهم يتخلطوا مدة 10 دقائق باش ريحة البيض تنحى. ما تقعدش فيه هذيك ريحة كي تاكلي اي حاجة مسكوتشو ولا كيك تشمي فيها ريحة البيض. من الاحسن تسمعي استعملي طاس تاع جو ولا بيتخام. ومن جهة انا فرغته في ريسيبيون. انا واش درت له، حكمت الميزاني قدامكم وزنت الفارينة. شوفوا الفارينة 400 غرام فارينة. راني نعاود 400 غرام فارينة. ديري فيها دو ساشي دو لا ليفير شيميك قدامكم، وهذاك ساشي تاع سكر فاني هاني قدامكم. مازال ما درتش في الخليط. ودرت نص مغرفة تاع قرفة. اختاروا خياتي نوع قرفة اللي تكون ريحتها ولا كولور تاعها ماغو ماشي الكحلة، راح تفسد لكم الكيك تاعكم خياتي. زوج باكي لاليفير وواحد سكر فاني. ما عندكش ما ديريش سكر فاني. ها حندير لا فاني. قلت لكم اكدوا لي على نص مغرفة تاع قرفة من النوع الجيد لا كولور تاعها ماغون. ها بدات 400 غرام تاع فارينة وزوج لاليفير ونص مغرفة تاع قرفة. وانا غربلتهم كاع وزدت مع سكر فاني. ما عندكش ديري غير لافاني. وانا درت لافاني هذه واحد الريحة تمدها لك هذه لابارت برو. الا ما عندكش ديري تاع الغبرة. انا كانت عندي هذه تاع لابارت برو درتها. وانتي ما عندكش استعملي تاع غبرة عادي. هنا الخليط يجيك ثقيل ثقيل ثقيل. باش تحليه شويه حكمي هنا بواط ياغورت اللي عندك، حليه وزيديله شويه حليب دافي ومازالو خليط او ثقيل. هاكا تاني نخلط وراكو تشوفوا خير تعرفوا بلي الكيك تاع برا يجي ثقيل. هذا ماهوش مسكوتشو. كاين بزاف ما يفرقوش بين المسكوتشو والكيك. راني زدت له هنا شويه حليب كيما نص علبه تاع حليب. درت علبه تاع ياغورت وزدت نص حليب دافي ومازالو ثقيل. شوفوا راني نحل فيه. وشنو ما تحلوش بزاف، قلت لكم شويه برك تاع الحليب دافي. هاي خياتي الصوص تعبر راني نخلط هو يتشرب ثقيل ثقيل. بصح امنوني خياتي كي تاكلوه تقولوا تاع برا. جربوه وكتبوا لي في لي كومونتير. ناسي حباباتي لو معايا كاع اصدقاء سيو كتبوا لي ورجعوا لي. هاني بعد ما خلطته حكمته بالفويه خلطته مليح. دوك نحي نحكم سباتو ونبدا نخدم فيه. شوفوا خير شحال ثقيل. خليته مي با دقيقة. شوفوا يجي ثقيل
خليته شوية لو طون اللي وجدت أنا المول. أنتِ اللي عندِك المول ما تقيديش المول واش راني ندير أنا كان عندي هذا المول اللي مثقوب، غطيته من ومن باش ما تخرجليش ودوكا نحب ندير كايك، هذاك الداخل معمر ندير. ها هو قدامكم أنا درت هنا بابي كويسون، مادام أنا عندي مثقوب منا ومنا باش ما يسيحليش درت شوفوا العجين شحال ثقيل، هذا ماهوش مسكوتشو هذا كايك. كي تقسميه يجيك واقف ويجيك كيما نقولوا يابس على المسكوتشو. هما تقولي كيف صح في الطريقة تاعهم ماهيش كيف. هاي قدامكم ها شوفوا شحال ثقيل، هذا جا شرب لي خليته. انت ما عندكش ديري شوية زيت وفارينة ونورمال حكمي اي مول وشنو يكون مول طويل. هنا كي قعدت لي شويه العجين لا فارسي قعدت لي حكمت الكاكاو. دوك انا كي زدت له الكاكاو لابد يجي يابس. انا واش زدت نحكم زيد دفيت الحليب، لازم تدفي الحليب باسكو زيد الكاكاو زين ينشفو، لو كان ما ديريلوش ما يهبطلكش لتحت الكاكاو. ها هي نص علبة اللي قعدت لي زيدي حليب حتى وخاصك هذيك نص العلبة درتيها زيدي. شوفي انا خلطت فيه هو يشرب كاع وزاد يتقال ونعرفوه بلي الكيك تقيل خياتي. ها راني فرقتها قدامكم والصورة يتعبر حاجة ما خبيتها عليكم خياتي. نتوما كومونتير شباب هذا ما كان خياتي ودعاوي الخير. هاني بعد ما خلطتو كاع يديك الحليب زدتلو وشو نأكدك حليب دافي بالك ديري. وكي يكون عندك نوع مليح تاع الكاكاو هذا احسن نوع تاع الكاكاو. كي نقول لك خرج لي واحد الكيك ما شاء الله. انا نقول لكم ايها البنات كي تحبوا تخدموا حاجه اشروا حاجه معليش تكون شويه غاليه بصح تنجحوا في الوصفه. الكاكاو هذا شحال من خطره نهضر معاكم نقول لكم الكاكاو ما تشروش تاع برا. تقدري ما ديريش الطريقه هذه، تقدري ديري شويه فاني شويه شوكو شويه فاني شويه شوكو، ولا حبيتي الطريقه كي تشوفي. ماشي لازم حكمي هنا كوردون ولا موس ولا اي حاجه في يدك شكلي اون جاك ديري رخامي. هاد الطريقه شحال تنجح لك باش يتقسم معاك الكيك. حكمي سباتوش واش راني ندير وحكمي الزيت، حكمي كاس كما نقولوا مغرفه كبيره ولا فنجان صغير. انا راني ندخل ونرمي الزيت في الوسط هاد الطريقه باش يترتق لك. هنا من جهه انا شوفوا خياتي حكمي فنجان تاع السكر وزوج كيسان تاع الماء، خليه يغلى شويه كي يغلى شويه حكمي طرونش تاع قبل نرمي واسمو المشماش ولا الزبيب وعود تاع القرفه وزيدي فوقو ارمي طرونش تاع القارص وخليه يعقد لك خليه يعقد مليح مليح. ها خياتي بعد ما طاب شو كيش ترتخ من الفوق. ها خياتي صلاة النبي ما شاء الله جا روعه روعه. جميع اللي ياكلوا وجميع اللي نخدموا له يعاود يجي يخدموا. ها قدامكم غير شوفوا العل شحال جا عالي جا قيس يديا. هاي قدامكم حاجة ما خبيتها عليكم خياتي يجي الروعة. هذا كيك والاخر مسكوتشو. هذا هو خياتي بعد ما طاب سخني الفور اعلى درجة 200 ومن بعد نقصيله ديري 160 والمسكوت والكيك ياخد لك 45 دقيقة نقصيلو النار ويطيب بالعقل عليه يطيب بلا عقل. هنا كانت عندي شوية لاباج درتها من الفوق مع داك التشينا هذا التزيين. وبعد من التشينا هذيك اللي عقدت انا كنت فرغت شويه ناباج مع التشينا خليتها غير تذوب شويه وشربتها. ها هو خياتي والديكور يولي لكم الصح كاع في الكيك. امنوني خياتي غير يجي روعه روعه روعه. هذا هو خياتي والديكور يولي لكم واش عندكم ديروا يعطيكم الصحه خياتي واشتركوا بالقناه تاعي باش يلحقكم غير جديد وديروا لي جيم. السلام عليكم.